بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الفاضل، وزير السياحة والآثار الأستاذ شريف فؤاد، أوجه عناية سيادتكم بأنني أريد مقابلة سيادتكم بصفة عاجلة لإفادة وزارة السياحة والآثار بأفكاري ورؤياي المعلوماتية والإعلامية والتكنولوجية الخاصة بمشروع تطوير السياحة والآثار المصرية. ولابد لي أن أجلس مع سيادتكم لأعلم سيادتكم بما يتواجد فيه وزارة السياحة والآثار من أشياء لا تعلمونها، وكذلك سوف تعلمون مني الصراحة والوضوح والحقيقة الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة والآثار. وإنني قد قمت في الماضي بخبراتي 25 عاما في مكتب الأمين عام مجلس الأعلى للآثار، ومثبتا عليه عام 2002 كأخصائي كمبيوتر أول على الدرجة الأولى المجموعة ألف، أي مدير إدارة مرموق متواضع. قمت بتقديم 3 مشروعات ممتازة وعظيمة ومحترمة ومتواضعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، ولكن حفظت جميع هذه المشاريع لعدم جدوى رؤياها مع السادة الأثريين الذين تولوا المناصب القيادية وكذلك القانونيين. وأنني كنت قد قمت بتقديم 3 مذكرات كاملة في عصر محمد إبراهيم وعصر محمود ضوح الضماطي وعصر خالد العناني كدكاترة سابقين مقالين وانتهوا وضعهم، ولكن الذين كانوا المشرفين العام على مكاتب هؤلاء الوزراء صادروا جميع أفكاري ورؤياي الممتازة والمفيدة للمجلس الأعلى للآثار وكذلك وزارة السياحة والآثار. وإنني لا أثق نهائيا في الموجودون حاليا في تقديم المذكرات المهمة لتطوير السياحة والآثار، ولذلك أنا بأسجل هذه الكلمات حتى تصل إلى سيادتكم، وأنني على ثقة كاملة أنكم سوف تستدعونني، لأنني إذا ذهبت إلى العاصمة الإدارية وقابلت المسؤولين عن وزارة السياحة والآثار سيقولون لي اكتب مذكرة، وبناء على هذه الأشياء المذكرة سوف تحفظ. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يكون هناك أفكارا ورؤى إلا لهم يستفيدون هم بمناصبهم ويجلسون على كراسيهم ويكتسبون منهم، ولكنهم يقومون بإزاحة الأناس المحترمون أمثالي المتواضعون. ولن أذكر أسماء الذين أعاقوني حرصا على الزمالة والصداقة بينهم، ولكنني قادر أن أذكرهم في أشياء على السوشيال ميديا ولن يستطيع أحد أن يرد علي. لماذا؟ لأني لا أستخدم إلا الأسلوب العقلاني والمفيد والذي يحميني من أي تدخلات قانونية، بل أستطيع أن أضرب بيد من حديد وقوة بالنواحي القانونية. وأنني قوي الله، وإذ أنا أتقدم بهذه الكلمة إلى السيد وزير السياحة والآثار الحالي في حكومة دكتور مصطفى مدبولي 2024، أريد أن يعي هذه الكلمات لمصلحة وزارة السياحة والآثار وكذلك لمصلحة البلاد وللدخل القومي، مع أطيب التبنيات القوية والقومية
عربية والسليمة للوطن مصر عفوا، في ظل تولي عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد، الذي يحدث تغييرات لا بأس بها ما لبث أن تتقدم البلاد مستقبلا، ونشد على معصمه ونتمنى له التوفيق وأن يستمر في طريقه لخيار البلاد. وهذا ضروري من أجل مصر ومن أجلي ومن أجل الشعب المصري ومن أجل إفادة الجميع. مع تحياتي، الاسم عادل عبد المنعم مظلوم، الشهير بعادل مظلوم. الاسم الرسمي عادل عبد المنعم محمد مصطفى مظلوم، أخصائي كمبيوتر أول المجموعة ألف، تعيين 2002 على مكتب الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار. أعمل منتدبا الآن بمركز معلومات مصري. إذن هذه هي بياناتي كاملة. السيد الأستاذ وزير السياحة والآثار الأستاذ شريف فؤاد. أتمنى أن تجيب وترد علي وتطلب من السيدة يمنى البحار والأستاذ أحمد عبيد استدعائي للقاء سيادتكم في العاصمة الإدارية في أقرب وقت لذلك، وإن لم يحدث ذلك فسأعتبر أنني قدمت فكري عبر السوشيال ميديا، لأني لن أستطيع أن أذهب إلى العاصمة الإدارية وأبذل المجهود وأبذل المصاريف التي هي كثيرة علي، ولكنني ربما أتحملها من أجل وزارة السياحة والآثار ولدعم المجلس على الآثار ووزارة السياحة والآثار حتى أحقق ما أصبو إليه من ما فيه خير وزارة السياحة والآثار، معلما سيادتكم بكل أريحية أنني سأتخذ من مشروعي لأي دولة عربية يفيد السياحة العربية، بل يفيد السياحة الدولية، لأنني وضعت برنامجا مخططا ممتازا. وللأسف الشديد عندما قدمت مشروعا إعلاميا لتولي المتحدث الرسمي للإعلام في وزارة السياحة والآثار إبان عصر أحمد عيسى المقال قبل سيادتكم، حدث تواطؤا ولم أشارك بالمنصب، لأن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكونوا متواجدين في اللجنة التي كانت ترأسها غادة شلبي النائبة السابقة وعمرو القاضي، وكان وجود مستشارين قانونيين، والسيدة آلاء سمير كانت مشاركة. إذن كل الأعضاء أعرفهم كاملة وواضحة بحكم شغلي مع القيادات الأثرية، وأعلم كل من هم حول سيادتكم اسما ومنصبا. وأقول لكم التذكرة أن إدارة الاتصال السياسي التي ترأسها دكتورة إلهام فودة قد أقصت مكتب إدارة الاتصال السياسي لمجلس الآثار، وخصصت أعضاء هيئة تنشيط السياحة والآثار وأزاحتهم. لذلك لم أذهب إلى العاصمة الإدارية وأرفق بزملائي، وجنبت نفسي المسألة لأنني قرأت ذلك في أعضاء هيئة تنشيط السياحة والآثار من تغول ساعد عليه خالد العناني المقال الذي لا يستحق أن يكون وزيرا، لأنه غول على مجلس الآثار وأزاح الأثريين ووضع الآن الأمور في نصابها الخاطئة. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادل مظلوم
وزارة السياحة والآثار، مركز معلومات مصري. شكرا لكم.